شيخي الفاضل أطال الله عمرك شيخ عثمان شيخ محمد. نعم تفضل. 300 مسجد حرقت تماما، حرقت في العراق ودوس على المصحف من مساجد أهل السنة والجماعة. مساجد أهل السنة، وأنا كنت إماما وخطيبا. دخلوا على المسجد فداسوا المصحف بأحذيتهم وسبوا الله ورسوله والصحابة ونالوا أمام أمهات المؤمنين، وقالوا والله إذا نزل ربكم الآن لأطلقنا عليه الرصاص. أقول هذه الجرأة من هؤلاء المرتدين الكفرة. أين الأمة؟ مليار وربع ومقدسات المسلمين ينال منها، مليار وربع ونساءنا حملنا سفاحا، مليار وربع صلخوا جلدنا. والله يا شيخ أنا أعيد وأكرر الكلام، عندما طلبوا منا لقد جاءوا برجل سكير من أهل السنة وقالوا أنت إرهابي، قال لهم أنا سكير. قالوا إذا احكي لنا نكتة نضحك عن عائشة ونطلقك. قال أما هذه فلا، لا والله وأنا تبت من الآن وأمي عائشة وكم للمرء من أم يراها أبدا. بعدين أتعرفون أنه الآن عادوا فألقوا القبض على المطلوق سراحهم، وخاصة من أسمائهم عمر وعثمان. أنا يا شيخ عثمان محمد زغبي أقول إن الله قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، واختارك الله أن تدافع عن 14 مليون سني في العراق. 6 ملايين هجروا وبقي 8 ملايين. الآن يخطفون بنت السني فتذهب 10 عوائل تهاجر. الآن حرقوا الدكاكين والمزارع وحرقوا بيوتنا ونحن في العراء، ويقولون لنا بعد 2 سنين سوف تتحسرون أن تنظروا إلى بغداد من جبال سوريا. لن نسمح لكم أن تعيشوا معنا أبدا. نحن نأتي باليهود والنصارى والصابئة وعباد البقر من البوذا، أما أنتم فلن تعيشوا معنا. وهذا الذي يقال عنه مفتي السستاني أعطاهم فتوى، وجاء له رجل قال له أنا قتلت أمريكي وقتلت 10 من السنة، فأي الذنب أعظم؟ قال ذنبك عندما قتلت أمريكي، أما قتلك للسنة فهذا تكفر بها بطواف حول الحسين مرة واحدة. يا أخواني والله هذه حقائق، انقذونا يا أخواني، انجدونا يا أخواني، عرض رسول الله والله ينتهك. يا أخواني أرجوكم أسألكم بالله يا أمة الإسلام تسمعوني، أقبل أيديكم وأقدامكم، انقذوا أهل السنة. يا أمة الإسلام أقبلوا أحذيتكم، انقذوا أهل السنة. يا أمة الإسلام أستغيث بالله، يا أمة الإسلام أرجوكم أتوسل إليكم، انقذوا أهل السنة، انقذوا المصحف، انقذوا مساجد أهل السنة، انقذوا أهل القبلة، انقذوا. لقد وضعوا والله النجاسات في مصلانا وقال صيحوا على عمر حتى يصلي هنا. لقد فعلوا الأفاعيل يا أمة الإسلام، أما من معتصم يغيث. أرجوكم اللهم اشهد إني بلغت واستغثت، وأكثر من 10,000 امرأة من أهل السنة يتلهى بهم عند هذا السيد يوم، وعند السيد الثاني يوم، وعند السيد الثالث يوم. يا أمة الإسلام الخاطر الله، الخاطر رسول الله، الخاطر السنة، الخاطر الجنة، انقذونا انقذونا. ولا أستطيع أن أكمل لأني بالأمس رأيت قتل 4 إخوة في بيت واحد منذ أن بدأت التفجيرات. فانقذونا يا أمة الإسلام، انقذونا يا أمة المليار، انقذونا. اللهم اشهد إني بلغت، وأعراضنا انتهكت، وقرآننا وضع عليه النجاسات، وآباؤنا سبوا، وأمهاتنا الآن في السجون وحملنا سفاحا، والآن يقولون اهجموا علينا السجون. لقد حملنا من مغاوير الداخلية سفاحا، فماذا نفعل؟ أرجوكم خلصونا. جزاك الله خير يا أخي الكريم. خلصونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.